اهلا متابعين ترند النجوم والمشاهير. زي ما انتم شايفين بالظبط بسمة بوسيل استعرضت شقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كلنا عارفين بعد الأزمة وبعد طلاقها من تامر حسني والأزمة الأخيرة اللي عملت جدل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بينها وبين هالة عمر ويارا السكري، بسمة بوسيل بقى في تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدة أعمال بدأت تعملها وترجع ليها، منهم اللي ترجع للغنى بعد 12 سنة جواز ما كانتش بتغني خالص وانقطعت عليها، وفجأة اتفاجئنا اللي بسمة بوسيل في استوديو مصطفى رؤوف وهترجع للغنى وبتغني معاه. دي كانت اول مفاجأة، وبعد كده كان في مفاجآت كتير اللي هي تحضر ألبوم مغربي، وده اعلنت عنه على صفحتها على الانستجرام. انتظروني في ألبوم مغربي. طبعا كان في تفاعل كبير جدا على رجوع بسمة بوسيل للغنى، وقال كل الناس احنا مستنيينها، وفي تفاعلات كبير جدا على اللي هي ترجع للغنى، وناس كتير شجعتها وناس كتير وقفت معاها، منها بنت أصالة اللي هي مش متذكرة اسمها معلش، قالت لا انا معاك وهقف معاكي دايما على طول.